السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة الجديد. لا تنسوا الاشتراك تفعيل الجرس لايك للفيديو. ديروا لنا خوتي لايك للفيديو والله الله. وإذا كان عندكم مشكلة ولا استفسار ولا أي حاجة راح تدور في راسك حاب تفهمها خليها لنا في تعليق أسفل هذا الفيديو وسوف نرد عليك إن شاء الله بالحل المناسب لمشكلتك في أقرب وقت. أهلا وسهلا بكم من جديد. موضوع اليوم وحلقة اليوم هو كيفية التسجيل في الإنترنت المجانية لشريحة موبيليس. نعم، كيف تتسجل في الإنترنت، كيف تتسجل في موبيليس وتتحصل على الإنترنت مجانا. نعم، يمكنك التحصل في شريحة موبيليس على 2 جيجا إنترنت مجانية صالحة لمدة أسبوع. أوكي، يعني راح تتحصل على إنترنت 2 جيجا تقدر تخدم بها لمدة أسبوع. كيفية التحصل على الإنترنت المجانية في موبيليس؟ تبع معي. بعد الضغط على الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو، تهبط لأسفل هذا الفيديو راح تلقى واحد الرابط تضغط عليه. أوكي، بعد الضغط مباشرة على هذا الرابط سوف يحولك إلى هذه الصفحة. في الخانة الأولى أوكي تقوم بكتابة اللقب الخاص بك. في الخانة الثانية تقوم بكتابة الاسم الخاص بك. طبعا الكتابة تكون باللغة الفرنسية. أوكي، طبعا الخانة الثالثة اكتب رقم الهاتف الخاص بك. هنالك ملاحظة، الاسم واللقب يجب أن يكونوا تابعين إلى رقم الهاتف. أوكي، ماشي انت دير النيميرو تاعك ومن بعد روح دير اسم واحد آخر خاطي، ولا لازم صاحب هذا الاسم هو صاحب هذا الرقم. أوكي، اللقب ثم الاسم في الخانة الثانية ثم الرقم رقم الهاتف في الخانة الثالثة. أوكي، ويجب أن يكون الاسم واللقب تابعين إلى رقم الهاتف. أوكي، كي شغل مول التليفون هذا مول النيميرو هذا راه هو اللي يدير اسمه ولقبه. أوكي، ما تروحش دير اسم عشوائي ولا دير شغل نيميرو تاع تليفون ومن بعد دير اسم ولقب تاع إنسان واحد آخر خاطئ. أوكي، هذه راهي ما تصلحش وراهم يرفضوا الطلب تاعك باش تتقدم، ما تستفادش من هذه الخدمة. أوكي، بعد ملء البيانات تقوم بتحديد 2G ولا 3G ولا 4G نوع الشبكة تاع الشريحة نتاعك. إذا كانت 4G تختار 4G، كان 3G تختار 3G. أوكي، من بعد في الخانة هذه تاع البريد الإلكتروني تقوم بكتابة الجيميل الخاص بك، البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم هنا تقوم بإعادة كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. أوكي، ثم أوافق على تلقي المستجدات. كشغل هنا في الخيار تاع وي نو، هذا كشغل تختار يجوك رسائل في البريد الإلكتروني ولا ما يجوكش. نورمال اخترت وي عادي، اخترت نوع عادي لا يهم. من الأحسن تختار عدم الإزعاج هكذا، ولا تختار وي ما يش مشكل، يعني أنت حر بهذا الاختيار. تقوم بكتابة هذه الرموز في هذه الخانة الظاهرة أمامك، ثم بعد ما تقوم بكتابة هذه الرموز تضغط على إرسال هنا. أوكي، هكذا سوف تظهر لك قائمة إذا كان الرقم متسجل من قبل سوف تظهر لك أن الرقم متسجل من قبل، وإذا كان ليس متسجل سوف تظهر أنك تقدمت بطلب التسجيل. هكذا راك تسجلت يا عزيزي المشاهد، أو راك سجلت شخص آخر وراح يستنى الدوموند. أوكي، كشغل هو في لشان. أوكي، كي يلحقوا للطلب تاعو راح يراجعوه، الا لقى الشغل لقاو في التسجيل ما كانش اخطاء راح يبعثوا له 2 جيجا ويبعثوا له رساله في النيميرو تاعو باللي راهي وصلته 2 جيجا ويستعملها لمده اسبوع. اوكي، اما ان وجدوا اخطاء في التسجيل ما راحش يبعثوا له 2 جيجا هذيك انترنت ويلقوا التسجيل تاعو احتمال كبير. اوكي، هذا كل ما كان لدينا في هذه الحلقة. عندك سؤال استفسار خلينا أسفل هذا الفيديو في تعليق، والسلام عليكم.